افرحوا يا ولاد جبنا فرخة. بهزر معاكم، احنا اصلا بنجيب طلبات البيت بالشهر. بس جوزي بقى ايه قال لي تعالي كده اعزمك بره على فراخ بروستد. وزي بقى اي زوجة مصرية اصيلة قلت له ابدا احنا مقاطعين وهنعملها في البيت وانضف وارخص كمان. المهم بقى ايه نزلنا السوق كده جبنا شوية حاجات وطلبات للبيت. ورجعت بقى فعلا مش قادرة. اه مش قادرة اقولكوا فعلا على الفرهدة والحر بقى. المهم يعني روقنا كده وشربنا عصير وابتدينا المدعكة بقى. رصيت الحاجات اللي جبناها الرز والمكرونات وكده، وبعدين غسلت الخضار والفاكهة وحطيناهم في التلاجة. بس مصورتش بقى الكلام ده علشان كنت تعبت. وهنا بقى جبت بقى كده ايه قطع الفرخات وعملت لها مساجات بالليمون والخلال ده بعد ما قطعتها 8 قطعات. وخليتها بيضة وقشطات تتاكل نية يا بنات. وبعدين بقى حطيتها في اكياس كده وشلتها في الفريزر. للعلم لما بتطبخي الفراخ طازة بتشد كده فالأحسن تحطيها في الفريزر يوم على الأقل. وهنا بقى كنت مقطعها 8 علشان هعملها بروستد. وكمان احنا بنحب الصدر قطع لحم كده يعني مش بحب، يعني ساعات بقطعه بانيه اللي هو التقطيعة العادية وساعات بنقطعه ايه يعني قطعة كده. المهم يعني مش عايزاكم تستغربوا من الرجلين بتاعة الفراخ دي، انا بحبها قوي بنموت فعلا في الأزازة. وكمان كده جبت الرجلين بتاعتها وقعدت بقى ايه اعمل لها باديكير وقصقصتها وظبطتها وخليتها فلة فلة فلة. دي كوارع يا ولاد كوارع. تخيلوا ما باكلش الكوارع بتاعت الجاموسة واكل الكوارع بتاع الفراخ. اختلاف ثقافات بقى. المهم يعني عايزة اقولكم ان دي بتبقى حلوة قوي لو مثلا حطيتيها مع الفراخ في صينية بطاطس او حتى سلقتيها مع الشوربة. المهم ان هي فعلا بيبقى طعمها حلو. ودي اكيد اذواق يعني، وان ربنا النهاردة رزقني بواحدة في السوق عايزة اقول لها يا اختي كيوت وخربت بيوت. جرالكوا ايه يا نسوان؟ يا اختي الواحدة من دول تبقى مع الراجل في شغل او في اي مكان او بتشتغل معاه او كده وعارفة انه متجوز وعنده عيال وعايزة تشقطه برضه. قابلت واحدة كده عند الفرن النهاردة وطبعا كان زحمة وقعدت جنبي بقى كده على الرصيف. عايزة اقولكوا يعني كنت قاعدة على الرصيف النهاردة عادي يعني. قعدت بقى تحكيلي بقى والكلام جنب بعض وكده. المهم يعني بتحب واحد وهو مش معبرة. قمت طلعت بقى ايه روح الفيمينست اللي جوايا. ولسه بقى بقول لها ليه ان شاء الله وهو هيطول، لقيتها بتقول لي ايه اصله متجوز. نعم. نعم. لوهلة كده مخي عمل ايرور. ما بقتش فاهمة بصراحة. لولا العيبة بقى كنت قلت لها عارفة يا بنت اللي بتاخد واحد من مراته بنقول عليها ايه. المهم يعني قلت لها ما ينفعش وعياله ومراته وكده وما تخربيش بيت حد. يعني دقت بيك الدنيا مفيش الا المتجوز. متنسونيش بقى في اللايك، ولو وصلتوا لحد هنا ادعولي دعوة حلوة وباي.